تبدأ الحلقة الثانية بالعودة إلى الماضي، إلى تلك اللحظات التي شكلت وجدان خالد حينما كان لا يزال طفلاً يتلمس طريقه في الحياة. المشهد يدور داخل مكتبة سندس، تلك المرأة التي احتضنته ومنحته عطف الأمومة الذي فقده. كان خالد يقف بجانبها حين دخل عليهم محام يحمل رزمة من الأوراق يطلب منها تصويرها بدقة شديدة. هنا تبرز مهارة خالد المبكرة، فتؤكد سندس للمحامي أن خالد يفهم جيداً ولن يخطئ. وبالفعل يبهر خالد المحامي بقدرته الفائقة على تنظيم الأوراق وتصنيفها، فيفصل المحاضر عن القضايا ببراعة تثير الدهشة. يسأله المحامي ساخراً بإعجاب: هو أنت يا حبيبي لسه في المدرسة؟ فترد سندس بفخر الأم: ده من الأوائل، بس ما بيرضاش يروح عشان العيال بيضايقوه، لكن إن شاء الله في يوم من الأيام هيبقى حاجة كبيرة قوي. في هذه اللحظة ينطق المحامي بجملة كانت بمثابة الدستور الذي سيسير عليه خالد في مستقبله: في الدنيا دي محدش بياخد رزقه كله، يا بياخد كتير يا بياخد قليل، وإياك ترضى بالقليل وابقى عدي علي في المكتب. هذه الكلمات تسللت إلى عقل خالد الصغير واستقرت فيه كبذرة طموح لا يشبع. بعد رحيل المحامي تطلب سندس من خالد مرافقته في مشوار خاص. يرفض في البداية، لكنها تصر وتعده بمكافأة: هناخدك السينما بعدها. يرضخ خالد ليكتشف أن المشوار هو زيارة لقبر والدته. هناك تتجلى قسوة قلب خالد تجاه الماضي، فهو يرفض الدخول ويرفض قراءة الفاتحة. تحاول سندس استعطافه قائلة: ربنا حرمني من الخلفة ورزقني بيك، ولو لي عندك خاطر خش اقرأ لها الفاتحة. تدخل سندس وتدعو بحرقة، بينما يدخل خالد بجسد بلا روح لا يقرأ شيئا، ففي نظره هذه الأم لا تستحق الرحمة ولا تستحق حتى الفاتحة. تفي سندس بوعدها وتأخذه لمشاهدة فيلم للفنان عادل إمام، وهو الفيلم الذي غير نظرته للحياة وجعله يدرك أن الصعود يتطلب قوة. تقول له سندس بحنان ممزوج بالخوف: أنت في يوم من الأيام هتطلع فوق قوي، بس يوم ما تطلع يا خالد إياك تنساني. ننتقل إلى الحاضر، حيث يبدأ يوسف ثابت يومه بهدوء مريب. يستحم وكأن شيئاً لم يكن، وكأنه لم يرتكب جريمة بالأمس. ليلى تراقبه بخوف وقلق، تنظر إليه وهي تتساءل في سرها: هل عرف شيئاً؟ يكسر يوسف الصمت بسؤالها عن السواق: أنت اللي مشيتي السواق امبارح؟ تحاول ليلى التماسك وتدعي أنه كان رغاي وأنها خرجت مع شيرين. يرد يوسف ببرود مرعب: عارف، ويا ستي لو على السواق أنا موتهولك، أو أقولك مشيهولك أسهل. ثم يعرض عليها مشروعه الجديد، كومباوند ضخم يتحدث عنه بفخر، بينما هي تمدحه بلسانها وقلبها يرتجف خوفاً. يقرر يوسف توصيلها بنفسه، وقبل خروجه يطلب من ياسمينة، نظام الذكاء الاصطناعي المتطور الذي يتحكم بقصره، أن تغلق الأبواب والشبابيك وتجمع له أي معلومات يطلبها. يوسف ليس مجرد رجل أعمال، بل هو إنسان آلي يدير حياته بالتكنولوجيا والترهيب. في مكتب سليمان شوكت يستيقظ خالد الفرنساوي الديب ليجد سليمان أمامه يمارس هوايته في الاستظراف. يبدأ سليمان بإلقاء نصائحه المسمومة: يا فرنساوي، نص المشاكل و70% منها بسبب الستات، وال30% الباقية بسبب قلة الستات. خالد يفهم ألاعيب سليمان جيداً، يدرك أن سليمان يحاول تشتيته وإبعاده عن قضية ليلى ليدخله في متاهات قضايا أخرى ليضمن ولاءه وتبعيته. سليمان يحاول تحذيره من ليلى ويذكره بهوية زوجها: أنت مش عارف دي متجوزة مين؟ دي متجوزة يوسف ثابت، ابن عدلي ثابت. يسرد سليمان تاريخ عائلة ثابت القذرة، كيف سافر يوسف لأمريكا وعاد ليؤسس تحالفات تجارية هي في الباطن غسالة أموال كبرى. يقول له سليمان بلهجة تهديد مبطنة: أنت ما تقدرش تسد معاه، لم الدور وأبعد عن البنت دي. لكن خالد بذكائه وكبريائه لا ينحني: أنت عايز تلبخني؟ هو أنا نونو؟ موضوع ليلى ده شغل، وأنا همسك قضيتها وملكش دعوة.
يطالبه خالد بمكتبه المستقل الذي وعده به بجانب مكتبه، فيحاول سليمان المماطلة والتباهي بأنه لا يشرك أحدا في اسمه أو نجاحه طالما هو على قيد الحياة. بينما هما في قمة الجدال، يرن الجرس وتدخل جارة خالد لتضع بين يديه قطتها لأنها مسافرة لمدة شهر. خالد يحاول الاعتراض، لكنها تتركهم له بأسلوب دلال وتنبيه. يضحك سليمان ساخرا: صدق إنك بيبي سيتر للقطط، هايل. خالد يعود إلى موضوع المكتب والفيلا، فيقول له سليمان بلسان مر: أنا ما بشارك حد، لما أموت ابقى ورث، لكن طول ما أنا عايش سليمان شوكت لا له شريك ولا حد ينافسه. يخرج خالد وهو يحسب خطواته القادمة بدقة، فهو لن يصطدم بسليمان الآن، لكنه يبني حصنه الخاص. في مشهد آخر نرى ليلى في السيارة مع يوسف. تقف امرأة شحاذة ومعها طفل تدعي أنه مشلول لتطلب المال. يوسف يقرر ممارسة هوايته في تعذيب الآخرين نفسياً، يخرج رزمة أموال ويقول للطفل: لو قمت من على الكرسي الفلوس دي ليك. ليلى تشعر بالإشمئزاز من ساديته بينما تحلف الأم أن طفلها مشلول. يوسف يبدأ بالعد التنازلي: لو وصلت للصفر ما في حاجة. تحت ضغط الطمع يقف الطفل فجأة، فيرمي يوسف الفلوس باحتقار ويقول لليلى: هي كدابة بس ذكية، أما أنت كدابة ومش ذكية. ثم يتبع ذلك بضربها بقوة في ذراعها وهي تلتزم الصمت التام، معتادة على هذا الجحيم الذي تعيشه منذ سنة. في مكتبه الخاص تظهر ملامح أخرى لشخصية خالد الديب. تأتي إليه فتاة غلبانة تشكو من سرقة الحديد الذي كانت ستبني به بيتها على يد بلطجية. تخبره أنها لجأت إليه بتوصية من خالتها حنان. خالد يقرر مساعدتها بأسلوبه الخاص، يعرض عليها أن يتكفل هو بجميع مواد البناء وبناء 4 أدوار بدل 2، بشرط أن يأخذ هو دورين لنفسه. في تلك اللحظة يصل مساعده المخلص الذي يصفه الديب بأنه ظله، ويحذره أن الخطر على كتفي الشمال، أنت لازم تكون على كتفي اليمين. يدخل رجل صعيدي إلى مكتب سليمان شوكت طالبا مساعدته في خوض الانتخابات. المشكلة أن الدور هذا العام ليس على عائلته، وهناك منافس دكتور شاب يمتلك سمعة طيبة جدا. خالد يتدخل ويضع الخطة ببرود. الناس نوعان، واحد بيعمل الغلط وهو نفسه في الصح، وواحد بيعمل الصح وهو نفسه في الغلط. يطمئن الرجل أن القضاء على سمعة الدكتور سهلة، لا يحتاجون لإثبات أنه لم يحصل على الدكتوراه، بل يكفي التشكيك فيها أمام أهل البلد وزعزعة صورته. يطلب خالد 20 مليون جنيه مقابل هذه الخدمة، ويوافق الرجل لأن جيبه غويط. على الجانب الآخر تستعد الإعلامية شيرين لبرنامجها وهي في حالة اضطراب عصبي. مع أول اتصال هاتفي على الهواء يظهر الشخص الذي يطاردها ويطلب منها أموالا، بل ويلمح إلى رغبته فيها شخصيا. يسأل سؤالا ملغوما أمام الجمهور: ينفع أكون بحب واحدة وهي ما بتردش علي وإحنا في علاقة؟ تشعر شيرين بالأرض تهتز تحت قدميها. بعدها يكون يوسف ثابت جالسا يراقب هاتف زوجته ليلى الذي اخترقه تماما. يرى الصورة التي سقطتها، وعلى فور يطلب من ياسمين إحضار كافة المعلومات عن الشخص الذي يظهر في الصورة، وهو خالد الفرنساوي. وفي تلك الأثناء كان خالد بالفعل يتجه إلى مواجهة جديدة هتقلب الموازين. داخل المكتب يلاحظ خالد علامات الضرب والقسوة على يدي ليلى. يسألها بلهجة حادة ممزوجة بالشفقة: إيه ده؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ تنهار ليلى وتؤكد له أن يوسف هو الفاعل، لكنها ترفض الحديث في المكتب خوفا من التنصت، فتأخذه إلى مطعم هادئ لتبدأ في سرد مأساتها. تقول ليلى إن يوسف تحول إلى وحش كاسر منذ سنة كاملة، وتحديدا منذ أن طلبت منه الطلاق. وحين يسألها خالد عن طبيعة عمله تكتشف فجأة أنها لا تعرف يقينا ماذا يفعل، فتارة يقول صفقات، وتارة عقارات، وأخرى سيارات، ومؤخرا كومباوندات.
لكن الحقيقة التي أدركتها هي أنه رجل غير عادل، حيث يكتب كل مشاريعه باسمها ليداري أمواله المشبوهة داخل ذمتها المالية، محولاً إياها إلى شريكة في الجريمة دون إرادتها. يكشف خالد عن ذكائه القانوني، فيقترح عليها توكيل قضايا محدود المدة يتم إلغاؤه فور إنهاء إجراءات الطلاق. لكن ليلى تفجر مفاجأة أخرى. يوسف ثابت كان يتعالج نفسياً في الخارج بسبب قصة حب قديمة انتهت بموت حبيبتها. تخرج ليلى صورة الأكس الحبيبة السابقة، ويصاب خالد بصدمة عنيفة، فالمرأة في الصورة هي كربون من ليلى، نسخة طبق الأصل بملامح متطابقة وشعر مختلف فقط. تهمس ليلى بشكوكها: أنا شاكة إنه كان السبب في وفاتها، وإنه تجوز بني بس عشان يحيي ذكراها فيا. يطمئنها خالد بأنه سيكون معها، بينما هي تتخذ قراراً بترك المنزل والاختباء في فندق. ليرد عليها خالد بقوة: فندق إيه؟ لم هدومك وأنا هوديكي مكان الجن الأزرق ما يعرف لكيش فيه طريق. في جانب غامض من الأحداث يظهر الديب الكبير في مخبئه السري، وهو مكان لا يعرفه أحد من رجاله. يدلف إلى مغارة محصنة، وفي رفقته ديب صغير كأنه حارسه الشخصي. هذه الغرفة ليست مجرد سكن، بل أرشيف حياة خالد الفرنساوي، كل شهادة تخرج، كل صورة قديمة، كل مستخرج رسمي. هنا تتضح الحقيقة الصادمة: خالد الفرنساوي هو ابن الديب، والديب لم يمت في الزلزال كما شاع، بل اختفى ليدير الخيوط من الظلام، منتظراً اللحظة المناسبة للظهور. ينتقل خالد الفرنساوي لمقابلة فتاة تدعى جمال، بائعة بسيطة بملامح شعبية. يقول لها بلهجة الواثق: اتفتحت لك طاقة القدر يا جمال. تندهش الفتاة، فيشرح لها المخطط: هيتم القبض عليكي وهتعترفي إنك زورتي شهادات دكتوراه وماجستير للدكتور منافس الصعيدي. الحكم هيبقى 3 سنين، بس أنا هطلعك منها بعد 6 شهور، ومقابل ده هتاخدي 1,000,000 جنيه. تبرق عينا جمال بالدهشة والفرح: يا دين النبي، 1,000,000 جنيه؟ أنا موافقة طبعاً. بينما كان خالد يحاول ترتيب أوراقه، تصله مكالمة استغاثة من الإعلامية مشيرة، وهي تصرخ وتبكي: الحقني يا خالد، أنا في مصيبة. يتجه خالد فوراً إلى دوما، ذراعه اليمنى في المهمات القذرة، ويطلب منه توصيل تجمع، أي قطع الكهرباء عن المنطقة. يدخل خالد شقة مشيرة ليجدها قد قتلت الشاب الذي كان يبتزها. تحاول مشيرة التبرير وهي منهارة: والله ما كان قصدي، كنت جاية أبديله الفلوس، بس هو اللي طمع فيا وحاول يلمسني، مستقبلي ضاع، بنتي مش هتبص في وشي. ببرود المحامي المحترف يهدئها خالد قائلاً: الفضيحة عادي، بس بدلة الإعدام هي اللي مش عادي. يبدأ خالد تستيف مسرح الجريمة ببراعة شيطانية. يطلب منها الذهاب فوراً لأقرب بنزيمة تتعامل معها، تملأ الخزان وتلفت النظر وتتصور مع المعجبين لتخلق آلبي أو دليل غيبة قوي. ثم يأخذ فخدة لحم من جزار ويذهب للصحراء ليطلق رصاصة من مسدس زوج مشيرة على طوبة. يستخرج الطلقة المشوهة ويعود للشقة ليضع الطلقة في الجدار، ويضع كيس بودرة أي مخدر بجانب الجثة ليوهم الشرطة أن الجريمة كانت صراعاً بين تجار مخدرات، ويمسح كل بصمات مشيرة. يعود خالد لمنزله ليجد القطتين اللتين تركتهم جارته، فيسمي القطة الأولى سليمان والثانية شوكت، سخرية من شريكه اللديد. في هذه اللحظة يتصل به سليمان شوكت بصوت يرتجف خوفاً: يوسف ثابت عايز يقابلك فوراً في اللوكيشن اللي هبعتهولك، وما ينفعش تقول لأ. يصل خالد إلى منطقة صحراوية موحشة ليجد يوسف ثابت بانتظاره ببرود مخيف. يبدأ يوسف الحديث بكلمات مسمومة يذكره بفقره القديم وبأزمة والده، ثم ينتقل لموضوع ليلى. يقول خالد بهدوء: أنا أول مرة أسمع عنك من يومين، لما مدام ليلى وكلتني أرفع قضية طلاق. يبتسم يوسف بسخرية: أنا قررت أطلقها فعلا، وآدي الخاتم والدبلة بتوعها أهم، لما تقابلها ابقى اديهم ليها. بينما يمد خالد يده ليأخذ الدبلة، يقول يوسف: استنى، محضر لك سيربرايز أو مفاجأة. يفتح يوسف شنطة السيارة الخلفية ويقترب خالد ليرى، وفجأة تنزل شومة غليظة على رأس خالد ليفقد الوعي تماما.
يستيقظ خالد بعد فترة يشعر بألم يعتصر رأسه ودوار شديد. يحاول لملمة شتات نفسه والوقوف، وبمجرد أن تتضح الرؤية أمامها عينيه يرى جسما ملقا على الأرض على بعد أمتار. يزحف نحوه وهو يفرك عينيه غير المصدق. إنها ليلى. يصرخ باسمها: ليلى، ليلى، لكن لا رد. يضع يده على نبضها فيكتشف الكارثة، لقد فارقت الحياة. وفي تلك اللحظة القاتلة يشق صمت الصحراء صوت سرينة البوليس التي تقترب بسرعة البرق. لقد نصب يوسف ثابت الفخ الكامل. جثة ليلى ودبلتها في جيب خالد، والشرطة في الطريق للقبض على خالد الفرنساوي متلبسا بجريمة قتل موكلها. أين اختفى الديب؟ وهل يتدخل لإنقاذ ابنه من حبل المشنقة؟ هذا ما ستكشفه الحلقة القادمة.